بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا فيديو روتين يومي او يوميات اللي انتوا بتحبوها. الحقيقة الجو برد جدا والعواصف والتراب، بس الحمد لله مطرت من شوية والجو يعني طالما التراب هدي يبقى ان شاء الله الجو هيبقى احسن بإذن الله. النهاردة طبعا انا المواعين دي كنت غسلاها من بالليل. هي كانت كمية مواعين وبصراحة كنت بردانة جدا وايديا كانت وجعاني عشان انا عندي كذا جرح في ايدي هنا وهنا. فطبعا كنت مش قادرة امسك اي حاجة بالليل، بس المهم ان المواعين كانت اتغسلت. ف ان شاء الله هشيلهم بقى، هبتدي اشيلهم. طبعا بحب ان انا ابيت المطبخ مفهوش ولا مواعين مغسولة ولا مواعين مش مغسولة، وبحب ابيت الدنيا زي الفل. هو البوتاجاز طبعا نضيف، انا كنت نضفته بعد ما عملت الاكل، بس بصراحة ما قدرتش اشيل المواعين، ودول استخدمناهم بس النهاردة الصبح. فدلوقتي اول حاجة هعملها ان انا هشيل المواعين كلها النضيفة. طبعا هي نشفت خلاص، مش محتاجة ان هي تتنشف. فهشيلها، لو في حاجة مبلولة لسه هنشفها واشيلها في اماكنها، وافضي الصفاية خالص واغسل الحاجات اللي في الحوض، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين انا شلت كل المواعين اللي كانت مغسولة هنا وهنا، حطيتها كلها في اماكنها. ودلوقتي هبتدي اغسل الكام حاجة اللي في الحوض دول، علشان بعد كده هحط غسيل في الغسالة وبعدين ابتدي يومي. زي ما انتم ملاحظين ان انا الفلتر خلاص مش موجود، لان بصراحة طلع نوعه وحش جدا. الفلتر اللي هو الصيني ده بصراحة وحش جدا، والمفروض ان هو شمعته ما بتتغيرش. بتتعمل بالصنفرة وبصراحة ما اتصنفرناه مرتين، والمرة التالتة جوزي وهو بيعمله راح اتكسر اتكسرت الشمعة خالص. وبكده خلاص خلص الفلتر ده كان رخيص مش غالي. هو يوم ما جابه اصلا وانا سألته قلت له الفلتر ده بكام؟ قال لي ب250 جنيه. قلت له بس يبقى مش حلو ابدا، لان الفلاتر الرخيصة دي اولا ما بتنقيش المية كويس، وبعدين هو مش مراحل، هو مرحلة واحدة. و طعم المية بتاعه اول ما ركبناه كنا مستغربينها، بعد كده اتعودنا عليه شوية. ف بصراحة انا فرحت ان هو باظ واترمى. رجعت اجيب مية معدنية تاني، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هركب فلتر جديد، بس ان شاء الله بقى في شقتي الجديدة. مش هركب بقى هنا لان انا ان شاء الله هنقل بعد الدراسة بإذن الله. ف هركب بقى مرة واحدة هناك بدل ما اركب واشيل وافك واحط. اديني بجيب المياه المعدنية، احنا بنستخدمها بس في المشروبات الشاي وكده، وبنشرب منها. يعني بجيب كل اسبوع كرتونة صغيرة من الازايز الصغيرة، وكرتونة من الازايز الكبيرة الصغيرة علشان نشرب منها، والكبيرة علشان الشاي والمشروبات. تقريبا الكرتونتين دول بيكفوني من اسبوع ل10 ايام على حسب الاستهلاك. يعني بجيب من 3 ل4 مرات في الشهر الكرتونتين دول. بس انا كده خلصت اهو الكام حاجة اللي كانوا في الحوض معاكم. هشيل بس الصفاية افضيها في الباسكت لو فيها اي حاجة. تمام. ودلوقتي بقى هعمل ايه؟ هبتدي. بصراحة انا عاملة من امبارح بيتزا، ودي غدانا النهاردة وحطها في التلاجة، هطلعها اسويها. وهطلع فراخ، طبقين فراخ بانيه. هعمل طبق هشوح واعمله لللازانيا. الطبق التاني هعمله بتاع ده، هتبله واحطه في التلاجة لان ما عنديش فراخ متبلة. و
يعني هعمل اللازانيا لبكره ان شاء الله، والفراخ المتبله هحطها في التلاجة، وهنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. حطيت دورة الغسيل وهحط الصابون، حطيت الداوني وبحط الصابون اهو، بحط كوبايتين من البرسيل الجل ده اهو، وبحط معاه شوية كلوروكس الوان مع البرسيل الجل علشان بيزود من فعالية المسحوق اللي هو البرسيل يعني، وبيشيل اي بقعة وبيحافظ على الالوان اهو اللي هو ده كلوروكس الالوان. هحط شوية مع البرسيل بس كده مش اكتر، وهنا هشغل على اللي هو الايكو 20 ده اللي هو الدورة الاقتصادية، درجة الحرارة بتاعتها 20 والعصر على 1000. مش عارفة باين معاكم في الكاميرا ولا لأ، هحاول اوريهولكم اهو. الحرارة 20 والعصر 1000 والملابس قليلة الاتساخ، وبتاخد حوالي ساعة و38 دقيقة. هبتدي اشغل، اعمل ستارت، بس اشغل الموتور تمام كده اهو. هتبتدي بقى تسحب المية دلوقتي وتشتغل، وهخش بقى على الاوض ارتب السراير واشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. وطلعت الطبقين البانيه اهم علشان يفكوا واستخدمهم زي ما قلت لكم. واحد هعمله متشوحه قطع صغيره لللازانيا، وواحد هتبله واحطه في التلاجة صدور كده شرايح للشوي، او لو حبت نعملها بانيه ممكن نعملها بانيه. وطلعت كمان طبق من اللي هي عجينه كفتة الرز، دي معمولة يعني مخصوص في في هايبر. ده كيلو، لا هو ده نص، هما جايين طبقين مع بعض. الطبقين كيلو 478، والكيلو بتاعها ب63، يعني الكيلو ونص دول تقريبا عاملين 93 جنيه. فانا طلعت طبق واحد هسيبه يفك، وهصبعها بصبعها وبقليها، بناكلها كده يعني، بناكلها كده ناشفة من غير صلصة، او لما جوزي بيجي بعملها له بالصلصة. فخليت طبق وطلعت طبق اصبعه يبقى جاهز على الاستخدام. وكمان طلعت صينيتين البيتزا. انا زي ما قلت لكم بعمل العجينة، بعمل عجينة بتعمل حوالي 6 صواني من ديت، من الصغيرة دي. وبغلفها بالاسترتش كده، بحط الصلصة والجبن والزيتون وكله، بس دي من غير لحوم يعني، ما فيهاش ولا بسطرمة ولا اسمه ايه ده، ببروني ولا اي حاجة، ولا لحمة مفرومة ولا فراخ ولا اي حاجة. دي جبن، مشكل جبن وزيتون وصلصة بس، حتى من غير خضار لان فرحة متحبش الخضار. فبعملهم ال6 صواني مثلا. اليوم اللي بعمل فيه بنخبز 2 ناكلهم، وبشيل ال4 في الفريزر. فطلعت 2 النهاردة علشان اسويهم نتغدى بيهم ان شاء الله. فسايبهم كده بس يفكوا شوية يريحوا، وبعد كده هشغل الفرن واسويهم نتغدى بيهم بإذن الله. ودلوقتي دخلت على أوضة الأستاذة فرحة. طبعا الأوضة منظرها زي ما انتم شايفين كده، كركبة، سرير، وحاجتها كلها برا، تسريحة مش متظبطة، كل حاجة مش في مكانها. فرشة الشعر اللي هي اللي بالكهرباء ديت برا. كل حاجة مش في مكانها. المناديل على السرير، عندنا برد انا وهي، بصوا بسكت المناديل قد ايه. طبق هنا مش في مكانه، سلايمات اللي بتلعب بيها، الديتول ما اعرفش كانت بتعمل بيه ايه، شنطة الامتحان بتاعت اخر يوم ما تفضتش. يعني زي ما انتم شايفين كده المكتبة يعني نوعا ما مترتبة، بس الدنيا زي ما انتم شايفين كده. فهبتدي واحدة واحدة انظم
الأوضة وأرتب السراحة. وكمان في فيديو ان شاء الله احنا لسه هنصوره. الفيديو ده تحدي بيني وبين فرحة، في كل واحد ازاي ينظم التسريحة بتاعته وأدراك التسريحة. أنا هغير خالص في نظام التسريحة عندي، ان انا مش عايزة اخلي اي حاجة من الحاجات دي برا، لان بصراحة في التلميع بتبقى صعبة جدا، وانا مش بحب شكل التراب، فبضطر ان انا اشيل ولمع اشيل ولمع. وساعات اعمل بالريشة كده يعني بوهم نفسي ان انا نضفت، بس يعني كل حاجتنا مش مظبطة. بالذات الفترة الأخيرة ما كناش بننظم أي حاجة، كنا بنحطه وخلاص علشان الوقت والمدرسين والكلام ده. فبقالنا يومين بعد الامتحانات تعبانين جدا، أنا وهي عندنا برد فظيع، فما عملناش أي حاجة. لسه هنعمل هنا الشنط دي، هنا في نضاراتها والتوج بتاعتها، حاجات عايزة كل حاجة تتحط بقى في دراج وكده. احنا عندنا التربو ده لحاجتها، وكمان الدرجين بتوع التسريحة. فانا دلوقتي هعمل بس هنظم كده من على الوش لحد ما نعمل بقى التصوير التاني ان شاء الله. انا هنظم تسريحتي وهي هتنظم تسريحتها، وهنشوف مين فينا هينظم احلى، ونستنى رأيكم ان شاء الله في التعليقات. وكده يا جماعة بعد ما رتبت الأوضة وشلت كل حاجة في مكانها بس، ولمعت بالريشة بس ما لمعتش يعني تلميع، لان لسه الجو فيه تراب تاني بيقولوا، يعني لسه بقيت ذروة بصوا كده الدنيا راقت خالص اهي. بس طبعا الحاجات دي زي ما قلت لكم هتتشال كلها لما نيجي نعمل التنظيم الجديد. والسرير كمان راق، والباسكت فضيته، والكومودينو وحاجتها هي حطيتها لها، التابلت والباور بانك والتليفون الصغير اللي كانت بتروح بيه المدرسة الاول. وهنا المكتب يعتبر رايق، مفيش غير الاقلام، والمكتبة اصلا كانت رايقة مفيش اي حاجة. ترابيزة الدروس اتقفلت عشان احنا اجازة بقى. الكيسين دول بقى لما هي تيجي تنظم حاجتها هتحط الحاجة بتاعتها في الادراج. مفيش اي حاجة، ده تليفوني ودي الفوطة والريشة. انا بس هشفط الارض وبكده تبقى الاوضة دي خلصت. وطلعت برا على الصالة، في شوية حاجات برضو مش في اماكنها هبتدي اشيلها. ده الشنطة ديت فيها حاجات الباديكير والضوافر، وهنا الجراب بتاع الكاميرا وفوطة النضارة ونضارتي واللابتوب، لان انا قعدتي كلها هنا. دول طبعا انا مخليهم هنا الدفايات دول، لان احنا بنستخدمهم لما بنقعد بالليل بيبقى الجو برد جدا، فكل واحد بياخد واحدة يتدفى بيها. بس كده تقريبا مفيش اي حاجة تانية، مفيش غير ازازة المية ديت وهبتدي اشيلها اهوت، والبوك بتاعي وخلاص كده. يعني مفيش اي حاجة. في شوز هنا بتاع فرحة هشيله، كان عايز يتنضف عشان المطرة بتاعت الايام اللي فاتت. بس كده، وهشيل الحاجات ديت وهشغل المكنسة والمع بالريشة برضو كده على خفيف، وبعدين ادخل على اوضتي ان شاء الله. ودخلت على الاوضه بتاعتي واوضتي نظيفه الحمد لله ما فيهاش اي حاجه. وانا كنستها دلوقتي بالمكنسه مع بقيه الشقه بره قبل ما اشيل المكنسه. يعني يا دوب بس هروق السرير وهلمع الكومودينات والشيفونيره والسطح بس بتاع التسريحه كده. مش هشيل حاجه وبس كده بالريشه. زي ما قلت لكم هي اولا الاوضه نظيفه، وهنا التراب ما بيوصلش قوي، الشباك هنا ده على المنور فترابه مش بيوصل قد كده. ويا دوب بس هروق السرير واظبط الاوضه كده وهنشوف مع بعض. وبكده يا جماعه انا خلصت الاوضه، رتبت السرير ولمعت الكوميدينات وفضيت البساكت، بحطه جنب كل سرير واحد اهو تمام. وهنا مفيش غير ازازة الماء المعدنية دي المقفولة والمناديل والكومودينو اتلمع، مفيش اي حاجة. هي الاوضة نظيفة. وهنا برضو حط الباسكت التاني، دي السماعات ساعات بستخدمها
وانا في السرير، والكومودينو اهو لمعته، ومفيش غير ازازة المية بتاعتي والادوية بتاعتي بس، مناديل والمنبه. هنا كمان التسريحة لمعتها كده على الماشي. زي ما قلت لكم مؤقتا لحد ما هغير النظام ده خالص، مش هخلي حاجة بره، هحط حاجتي كلها في الادراج علشان سهولة التنظيف والتلميع. كمان الشاشة اتلمعت، والريسيفر والشوفونيرة. كده الأوضة خلصت. أنا كنستها مع الشقة بره. أنا مش همسح الأرض النهاردة بالشرشوبة، لأن لسه في تراب تاني بكرة، يعني هي كده تلميعة مؤقتة عشان التراب ما يتراكمش بس. فاضل لي الحمامين مش هعملهم النهارده، عشان انا عايزه اعملهم كويس جدا مش على الماشي وخلاص، فهعملهم بكره ان شاء الله لوحدهم. ودلوقتي انا هعمل كوبايه شاي واطلع الغسيل من الغساله، هشرب الشاي وانشر، لا قبل ما انشر الغسيل هكنس البلكونه عشان التراب وامسح الحبال وانشر الغسيل، وبعدين نشوف هنعمل ايه. وكده يا بنات انا شربت الشاي وكنست البلكونه وطلعت الغسيل اهو من الغساله، وحطيت البيتزا في الفرن اهي. لسه حطاها دلوقتي، عبال ما انشر الغسيل ان شاء الله تكون استوت واتغدى نتغدى يعني. فانا بس حابه اقول لكم على حاجه، جالي تعليق امبارح في القناه على الفيديو بتاع المشتريات. واحده بعتالي بتقولي انتي صوتك على طول تعبان وبتنيميني، وكميه التنهيدات اللي انتي بتتنهديها دي ايه ده؟ بتنيمينا طول الفيديو يعني. بشوف الفيديو وادخل انام، حاجه زي كده يعني. فطبعا انا بس حابه اقول ان انا اصلا تعبانه على طول، دي طبيعتي، عندي ضعف في المناعه، وكمان صدري ونفسي تعبان، باخد علاج يعني لقلبي وكده. فانتي حضرتك لو متضايقه من الصوت او متضايقه من طريقتي بلاش تتفرجي عليا. اي حد يا جماعه بيتفرج على الحاجه اللي هو بيحبها، يعني الواحد بيدخل على اليوتيوب مش بيتفرج على كل حاجه او بيتفرج على كل اللي ينزل، لا طبعا كل واحد بيتفرج على الحاجه اللي بيحبها وبتريحه، او الحاجه اللي هو عايز يشوفها، يعني طريقه حاجه معينه او كده بيدور عليها وبيشوفها. ودايما الواحد بيشوف الناس الموثوق فيهم مش اي ناس. فلو حضرتك مش حابه تتفرجي عليا او مش حابه تسمعي صوتي، فحضرتك يعني تفضلي براحتك، اخرجي برا القناة ما تتفرجيش على فيديوهاتي. وشكرا قوي قوي على تعليقك الجميل ده. دلوقتي يا جماعة انا هطلع انشر الغسيل وهرجع اشوف البيتزا لما تستوي، استنوني. وادي يا حبايبي البيتزا طلعت اهي من الفرن، لسه سخنة جدا. انا هافضيها في الاطباق اهو واقطعها وخلاص. اهي البيتزا فضيتها في الاطباق وقطعتها. احنا خلاص عايزه اوريكم الجبنه بتاعتها، ما شاء الله. بصوا واو يعني تحفه. اتفضلوا معانا، احنا خلاص كده هنتغدى وكده اليوم بتاعي خلص. او يعني لحد بعد الغدا، لان لسه عندي الجزء التاني بقى من اليوم هعمل فيه الاكل اللي قلتلكوا عليه اللي هو ده. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.